حوادث حرق القرآن الكريم الموضوع أكبر بكثير مما تتصورون، وليست أعمال فردية. ليش في الفترة الماضية تكررت حوادث حرق القرآن من عرب، تحديدا من عرب؟ في نفس الوقت ليش السعودية انحصر ردها على هذا الشيء بأنها فقط دعت الدول الإسلامية لقمة طارئة لدراسة الرد على هذا التصرف، لكنها ما طردت السفير السويدي ولا قطعت العلاقات مع السويد ولا وقفت المنتجات أو شيء من القبيل. الآن هذولي سؤالين جدا دسمة والأجوبة عليها جدا عميقة، وباكم تركزون معي لأن الموضوع مهم جدا وأكبر بكثير مما تتصورون، وخلفه مخابرات دول عظمى. هي ليست أحداث فردية، هي خطة كبرى تم تجربة نفس استراتيجيتها علينا في فلسطين. نعم، في فلسطين على مدى السنين الطويلة الماضية، ونجحت علينا كمسلمين، والآن يتم نفس تكرار الخطة هذه. طيب، وش الخطة؟ الآن الكل يعرف بأن الإسلام هو الدين الوحيد الباقي على وجه الأرض كدين حقيقي، دين له أنياب. بمعنى آخر، تستطيع أنك تسيء لأي رمز من الرموز الكبرى لأي دين من الأديان الأخرى وما في حد بيسوي شيء، لكن تهين أحد رموز الإسلام يثورون عليك المسلمين. غيرتهم جدا كبيرة. بمعنى آخر، الدين الإسلامي هو الدين الفعال، الدين الحقيقي الباقي على وجه الأرض الآن. طيب، كيف يتم تدجين هذا الدين كما تم تدجين الأديان الأخرى؟ هذه الخطة اللي أنا بشرحها لكم الآن هي هدفها تدجين الإسلام، تدجين المسلمين تحديدا. طيب، فكرة بأنهم يختارون عرب هذه فكرة جدا واضحة. الإسلام الآن ينتشر بشكل كبير في دول العالم كلها، واختيار شخص عربي يعني يعتقد من كثير من غير المسلمين بأنه كان مسلم سابق، فيها رسالة لغير المسلمين بأن شوفوا هذا اللي كان مسلم في السابق الآن يعني ترك الإسلام واكتشف بأن الإسلام دين وحشي وهمجي وما إلى ذلك، وهذا هو نفسه يحرق القرآن. بمعنى آخر، أنتم جهلة وجديدين فتعلموا من الناس اللي عارفين دينهم، فهي رسالة وهمية لهم عشان يخففون من انتشار الإسلام. لكن هذا مو الخطة الخبيثة، وهذه ما يكمن التعقيد هنا. هذا الموضوع جدا واضح، واعتقد الكثير يقدرون يستقرؤونه. لكن الخطة الحقيقية جربوها علينا في فلسطين ونجحت. خلوني أعطيكم مثال فلسطين وبتشوفون كيف تشابه. قبل سنوات، عشرات السنوات، أول ما كانوا الإسرائيليين يعتدون على أخواننا الفلسطينيين وكان يصير في انتفاضات، خلينا نقول أول انتفاضة أو أول اعتداء على الفلسطينيين، كيف كان ردة فعل العرب والمسلمين؟ طبعا هذا بعد خلينا نقول بعد ما جت التقنية، وبعد ما صار في انترنت، وصاروا العرب والمسلمين يعرفون ايش اللي يصير وما إلى ذلك. صارت أول انتفاضة فلسطينية، كيف كانت ردة العرب والمسلمين؟ كان التعاطف جدا قوي، حتى مو بس التعاطف من قبل الشعوب العربية، لا، حتى الحكومات. يعني الملك فيصل الله يرحمه في البداية في ذاك الوقت قطع النفط عن الغرب لأجل الفلسطينيين، لكن أنا بركز الآن على الشعوب، لأن هذه الخطة ضد الشعوب، لأنهم هم القوة الحقيقية للإسلام. المسلمين هم القوة الحقيقية للإسلام، 2 مليار مسلم هم قوة الإسلام. هذا بالإضافة إلى أن الحكومات أساساً أغلبهم يعني فاهمين سياسياً وأذكياء ومحنكين وشايفين الواقع السياسي، ولن تنطلي عليهم يعني خطة مثل هذه. لكن الشعوب هم اللي تنطلي عليهم مثل هذه الخطة، وهم المستهدفين بهذه الخطة. فخلنا نركز على الشعوب. أول ما صارت انتفاضة صار فيه تعاطف جدا كبير من العرب والمسلمين. طيب، صار في اعتداءات ثانية، مرة ثانية تتكرر اعتداءات بسيطة، مع كل اعتداء يصير فيه حماس من العرب والمسلمين تعاطفا مع الفلسطينيين، لكن تقل تدريجيا لأنهم يبدأون يتعودون عليها. الآن شوفوا كيف الموضوع يتم الاعتداء على الفلسطينيين، اعتداءات نفس الاعتداءات اللي كانت تصير قبل، ربما أسوأ بكثير، لكن تعودنا عليها.
صعب جدا انك تتعاطف على شيء انت من 30 سنه وانت تشوفه يتكرر قدامك ويتكرر، اول مره سويت زحمه، ثاني مره سويت زحمه، ثالث مره سويت زحمه، خلاص تعودت عليه، اصبح امر طبيعي مع انه جدا مشين. طيب نفس الشيء مع القران، لو بدا يتكرر ويسوونه اكثر من مره، المرة الأولى مقاطعة ونثور ونفجر ونطرد وأنا ما أدري إيش، ونطرد السفير ونقطع العلاقات ونسوي أشياء كثيرة. طيب أوكي سواها مرة ثانية، نكرر نفس الكلام مرة ثالثة رابعة، غير الإحراجات السياسية. أنا ما أتكلم عن الدول، لا أتكلم عن الشعوب. الآن الشعوب سووا مظاهرات وسووا أشياء كثيرة، بدأوا مع الوقت يتعودون على فكرة حرق القرآن، لأنه دائما يتكرر ويتكرر ويتكرر، صار عندهم تبلد وأصبحوا بلا أنياب. وبعدها بيبدأ الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدأ أشياء كثيرة أخرى. الآن خلينا نرجع للسؤال عن السعودية. بخصوص رد السعودية على هذا التصرف، جميع الدول المتمرسة في السياسة والفاهمة تعلم بأن هذا فخ حقيقي، وبشرح لكم ليش هو فخ حقيقي. طيب أبعطيكم سيناريو واضح جدا يفهمه أي إنسان لو كنت في الابتدائي يا شيخ. الآن تخيل بأن السعودية طردت السفير السويدي، قطعت العلاقات مع السويد وسوت كل شيء. بكرة تكرر نفس الموضوع في فرنسا. السعودية بتقدر، يعني مو بتقدر بس، إنه هل من مصلحتها الآن الخسائر اللي بتصير جدا كبيرة، مو بس إنها خسائر على السعودية. السعودية خسرت بشكل كبير، الإسلام، العالم الإسلامي والمسلمين بيخسرون بشكل كبير، لأن السعودية مركز قوتهم. فهل تقطع العلاقات مع فرنسا؟ طيب تكرر في أمريكا بعدها، لو قلنا قطعت العلاقات مع فرنسا تكرر في أمريكا، بتسوي شيء هذا؟ المشكلة الأخرى والكبرى أنه لازم يكون رد السعودية لو صار في فرنسا بعدها أو صار في أمريكا، لازم يكون رد ظاهري أمام العالم حتى يرى العالم الإسلامي بأنها ردت. يعني مثلا لو نقارنها باللي صار مع السعودية قبل، لما كندا يعني أخطأت على السعودية بشكل كبير، السعودية قطعت العلاقات مع كندا وسوت فعل جدا كبير. الآن أمريكا لو كررت نفس الشيء، السعودية ما يحتاج ترد أنها تطرد السفير الأمريكي والكلام هذا، أساسا ما يمكن أن تطرد السفير الأمريكي، بس أن السعودية تقدر ترد على أمريكا بشكل خفي في كثير من التعاملات بينهم والأوراق اللي بينهم اللي ما حد يعرف عنها أبدا، تقدر ترد عليها وتضغط على أمريكا بقوة، فأمريكا تتأدب ولا تفعلها مرة ثانية. فما يحتاج أنها ترد، إذا الموضوع شخصي للسعودية ما يحتاج أنها ترد أمام العالم، لأن العالم الإسلامي لا يشاهد. لكن لما يكون الموضوع حرق القرآن، السعودية مجبرة أن لو صار الموضوع هذا مع دولة أكبر أن الرد برضو يكون رد أمام العالم، وما عنده خيار إلا خيارات بسيطة جدا أمام العالم: طرد السفير، بيع السندات، أشياء جدا كبيرة ممكن تضر السعودية بشيء كبير. وإذا ضرت السعودية بشيء كبير بتكون الأضرار على الإسلام والمسلمين والعرب أكبر بكثير من المنافع اللي جت بسبب الرد على حرق القرآن. فهي فخ حرفيا لهذا السعودية الآن تتعامل مع الموضوع بحذر، تجمع العالم الإسلامي مع بعض، يعني انتبهوا ممكن نسوي شيء، لكن ما ترد عليه بشكل مباشر. الدول اللي ردت بشكل مباشر وطردت سفير وما أدري إيش، هذه يا أما أنها دول ما لها وزن على أرض الواقع، أو أنها دول مبتدئة سياسيا ولا تفقه شيء في السياسة. أنا أكون صريح معكم، لأن أي حد يفقه شيء في السياسة يعرف بأن هذا فخ للدول. دمتم بخير.